بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. مرحبا بكم البنات، مرحبا بكم يا الغاليات، مرحبا بكم متتبعات وغاليات جود. نبقى ديما نرحب بضيوفي الجدد اللي دخلوا لي جدد واللي كانوا معايا قدم في القناة. نقول لكم راكم ديما منوريني ومشرفيني، والقناة ديما تكبر بفضل الله أكيد، وبيكم ومعاكم خواتاتي. شوفوا موضوع اليوم راني والله ما حضرت له وما كنت ناوية هذا هو الموضوع اللي راح نطرحه اليوم. صراحة كان عندي موضوع واحد آخر طول يعني في البال. خلصت شغلي، كملت، هزيت هذا الكتيب هذا. كان جابوا الزوج نتاعي يعني باش قلت انا مرة على مرة نحب هكا نقرا كتاب نطلع فيه، هذا تاع الألمانية، هذا تعلم اللغة الألمانية. قلت لي ما لها، كان هز كلمات هكا. صراحة الزوج تاعي يحب يشري هكا كتب، نبوكينيو فيهم انا وهو مرة على مرة. بصح صدقوني جا في بالي موضوع واحد اخر خلاص بعيد عن المطالعة. هاكم تشوفوا حطيته ما قريت فيه ولا حرف. جاني في بالي موضوع تاع المرأة الخدامة اللي من بينهم انا، يعني العبد الفقير لله اللي راهي تتحدث معكم. قلت والله نحكي شوية عن المرأة الخدامة. على بالي الماكثات في البيوت راح يلوموني، بصح نوعدكم راح يكون ليكم فيديو مخصص. بصح اليوم ما جيتش يعني نهضر هكاك من فراغ. اليوم من تعبي ومن كيما نقولوا لا فاتيغ اللي راني فيها، ارهاق كبير 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 اللي راني حسيته اليوم، لدرجة اني ما قدرتش حتى نوض يعني للطاولة ونصور لكم ولا هكا، يعني في الصالون ولا في مكان. يعني اعذروني راني نصور من مكاني، يعني من غرفة نومي. هاكم تشوفوا بدون مونتاج، بدون راح ندخل معكم مباشرة في الموضوع على البنات. قلت لكم المرأة الخدامة ومصاريفها المخلوقة. اليوم الهمسة راح تكون ولا نصائح يعني بالدرجة الأولى، نصائح وهمسات نهمس بها في وزن كل مرأة خدامة. وكاين واحد الهمسة هكا معينة راح نهمس بها في أذن الأزواج، الزوج يعني الرجل، يعني بالتحديد راح تكون ليه. شوفوا يعني خير ما نبدأ به الفيديو نتاعنا البنات هو حديث شريف لرسولنا وحبيبنا المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، وش يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اسمعوا لي مليح مليح هذا الحديث وتمعنوا فيه وفي معانيه ونتدبروا لازم البنات. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. شوفوا ركزوا لي على هذاك الجملة اللي تقول والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وش نفهمه من هذا الحديث الشريف هذا؟ معناه أن الزوجة مسؤولة على رعاية بيتها، على رعاية أولادها. زوجها يعني عندها أولويات، من أولوياتها هي بيتها وراجلها وولادها. خليونا نهدروا بالدرجة باش يفهمونا كل شرائح المجتمع. لأنه إذا دخلنا من باب الأولويات ما تقولي لي لا خدمة لا هذه لا يديك لا يجيبك. أولويات المرأة والزوجة هي بيتها وراجلها وولادها، نقطة، انتهى. يعني ما كانش هدرة ورا هذا كلام ورا هذا الكلام. يعني تبان لي كلامي راهم مفهوم البنات. مستحيل وثم مستحيل تجي الخدمة أولى من البيت ومن الأهل ومن الزوج ومن الأولاد. وش حبيت نقول هنا بين قوسين، يعني هذه بين قوسين مش مكان لا يجيوني البنات ولا ويتهجموا عليا في هذه النقطة هذه. بين قوسين راح نعطيها لكم من قلبي، وأنا راني مرأة خدامة، يعني مرأة موظفة لمدة يعني تفوق 15 سنة، يعني تقريبا في 16 سنة عمل. شوفوا اديو الهدرة من عندي وديو العبرة من عندي. سما راني مرأة عاملة وأم ل5 أبناء ما شاء الله، يعني أسرة كاملة مكملة بمسؤولياتها، بإرهاقها، بتعبها، بشغلها، بالواجبات، بالحقوق. أكم على بالكم يعني رانا كامل سيدات عاملات جزائريات وعلى بالنا يعني وش اللي فيها كما نقولوا.
شوفي اختي العزيزه، هذه همسه يعني هذه بين قوسين تاعي انا تاع ام جود. اختي العزيزه، هذه همسه ونصيحه. اذا كنت متهنيه في دويرتك، واذا كان الزوج نتاعك كفيك، نقول كفيك يعني ميسور الحال، بسم الله ما شاء الله، عنده بمالو بشيو رزقه ربي من يعني من واسعه والحمد لله. ولا اذا كنتي بنت يعني كما نقولوا ما شاء الله، يعني باباك يعني خلالك ميراث كبير ما شاء الله باش تعيشي وتسترزقي انتي والزوج تاعك، يعني اختي العزيزه ما كان له تخرجي تخدمي. انا نعطيها لك من قلبي ومن الاخر يعني، وانا راني مقتنعه بهذه الهضره مؤخرا. الناس اللي تعرفني هاني تجيني حتى لهنا يعني وتكذبني في التعليقات، راني مؤخرا راني نقول لهم فيها ونعاود يوميا، راني نعاود في العباره هذه. انا راح نحبس الخدمه، ولا راني ناويه يعني ما نقولش راني راح نحبس باش يعني ندير الجزم. انا واعوذ بالله من كلمه انا، وصلت لواحد الوقت من كثرة لي شارج ليا ومن كثرة المسؤوليات ومن كثرة يعني الإرهاق اللي أصبح مع الوقت، أصبح مرض وأصبح ألم عافانا الله وإياكم. خلاص يعني وصل بيا الحد أني نقول هنا وخلاص، هنا ونحط نقطة النهاية. واش نقطة النهاية؟ المسار العمل نتاعي يعني للمسار المهني نتاعي أنا كأم جود، لأنه خلاص توصل عليك لحظات انهيار. العطاء خلاص يجي عنده حد ويحبس، تتعبي الجسد نتاعك يولي ما يقاومش. انا قلت لكم اليوم اني كنت راح ندير لكم موضوع واحد اخر تماما، ونظرا للارهاق الشديد اللي راني فيه، تعب يعني عندي تعب والم مزمن، يعني في كي نقول لكم الم مزمن ماشي في منطقه معينه، في منطقه الراس ولا اكرمكم الله الرجلين ولا الظهر، ولا راني الم من حاشاكم من صبعي الصغير تاع رجليا وطلع على راسي. بصح رغم الالم قلت والله غير نخرج للبنات وندير لهم موضوع، هذا موضوع خاص بالموظفات. قلت لكم اختي العزيزه، اذا راكي مكفيه ومهنيه ومتستته مع مولا بيتك وكفيك من جوسكا زاد، غير خطاك خصوصا هذيك الوظيفه هذيك التي لا تسمن ولا تغني من جوع، من 8 ل4:30 لي 8 هذوك يعني الحمد لله. ما تجيش وحده تنتقدني وتقول لي باب رزقه على بالي، باب رزقه الحمد لله وسد علينا بزاف درك هذه عوام وعاوننا بها رواحنا وكبرنا من وليداتنا. بصح صدقيني يروح منك النص، مش النص، اكثر من النص، يروح منك النص اللي ما يوليش. صدقيني اختي العزيزه، الدنيا صعبت والشارع صعيب والخدمه صعبت، وإحنا حتى إمكانياتنا الصحية والجسدية رانا نمشي ونكبروا، يعني ماناش نمشي ونصغاروا. أنا مانيش بنت 20 هذيك اللي كنت نقدر نمد، مش كيما بنت 20، مش كيما بنت 30، ومش كيما بنت 30 هي بنت 40، مش كيما بنت 40 هي بنت 50. نمشي ونكبروا البنات، يعني حقيقة ولابد أننا نستعرفوا بها. خلاص راي تجري بينا العمر ويجري بينا الأيام، وتلقاي صغرك وين راح في الترونسبور، راح في فاي فيان، راح في روح ورواح، راح بين حيطان وجدران الإدارة وبين جدران المكتب. فهمتوني ولا لا؟ أنا لهنا راني نهمس لكم البنات، ماشي راني نهمس لكم من قهري ومن حبي ليكم يعني، ومن تعبي ومن إرهاقي الشديد. راني في واحد الإرهاق لو كان يعني شتوه حاشاكم رجليا راهم في واحد الحرقان، يعني يحرقوا حاشاكم وما لقيت لهم حتى حل. ذكر راني في سنوات شويه تعب هكا برك، شويه ارهاق شويه دوران في الدويره هكا مع الوليدات، خلاص نهاري هذاك نفوتوا بواحد الطريقه. يعني والله ما نحب نجيب لكم لهنا طاقه سلبيه، بصح راني جبت لكم موضوع حساس نهضر لكم من قلبي يا البنات. تفوتي كل عمرك واجمل لحظات وسنوات عمرك تفوتيها في العمل الإداري الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. أما بالنسبة للأعمال الحرة هذيك بالعكس أنا ننصح بها، ولا مثلا يعني خليونا من بعد في الأيام القادمة لا طور ربي في الأعمار إن شاء الله أنا ندير لكم فيديو على المشاريع المهمة اللي تصلح لكل سيدة تجيب منها رزقها ما شاء الله، ومن دويرتها يعني مستورة ومتهنية والحمد لله. شوفوا العمل الإداري ساعاته كثيرة، صاليره قليل، وتعبوا ما نهدروش عليه. شوفوا حبيبتي، كاين حقائق وكاين منطق ما لازمش نهربوا منهم، بأنه الوظيفة تعتبر مقبرة للكفاءات. العمل الإداري يعتبر مقبرة للكفاءات. علاه؟ أحيانا تكون عندك مكتسبات تضيعيها،
نحكي لكم يعني نعطيكم مثال عليا أنا، يعني الحمد لله هاني في وظيفة إدارية معينة بدون ذكر الوظيفة والرتبة ومكان العمل ولكن كانت عندي مهارات قبل. كانت عندي some skills، يعني كي نقول لكم some skills راح تفهموني باللي أي عندي مهارة اللغة الإنجليزية، مش غير مهارة، أنا راني دارستها وكنت نتقنها. صدقوني مع الوقت ضاعت لي، يعني لولا أني ساعة مرة على مرة نهز هكا كتب ونبوكيني ولا نشاهد هكا في الهاتف يعني وثائقيات ولا على أفلام نعاود نسترجع هكا، ولا نجبد أحيانا اللي بوليكوب تاعي نسترجع. صدقوني راني كنت نسيت حرف ما بقى عندي. شوفوا العمل الإداري كيف يضيع لك المهارات نتاعك. كانت عندي شحال من مهارة، شحال من خبرة، كنت دارسة يعني انفيليغ اللي ما شاء الله يعني نحبها ونعشقها من قلبي. ضيعتها لي هذاك العمل هذاك الإداري، لأنك متقوقعة ومربوطة بروتين إداري من الصباح من 8 ل4:30، وما تجي تلحقي للدار مع ترانسبورت تلحق 5:30 ولا 6. المهم شوفي يا حبيبتي الغالية، أنا نفضل أنك تخدمي من دارك، هذه من الأخر. عفوا. وصدقيني راكي مسؤولة قدام ربي وقدام عباده على رعاية وتربية نشء. كي نقول لك نشء يعني جيل راح تكبريه وتوجديه وتحضريه مستقبلا، يعني لا طول ربي في العمر، يعني مستقبل جيل كامل راهو بين يديك. انتي مسؤولة على تربيتهم، على رعايتهم، على إسعادهم. باش تخرجي جيل سعيد وجيل سوي عقليا لازم تقعدي له. وما نكذبوش على رواحنا، يعني قد ما حاولنا نوازنه راح تجي جهة وتقصري فيها. نعطيكم مثال عليا أنا، الحمد لله ولله الحمد والمنة أني نحاول نكون متوازنة بين عملي وبين بيتي، يعني بين بيتي نظافته، زوجي، أولادي، يعني واجباتي كأم وكزوجة وكربة بيت نحاول. ولكن التقصير وين جاء؟ كما قصرت في هذا الجانب ولا هذا التقصير وين جاء على صحتي راهي هك. يعني هو المفروض صحتي في اللاج هذا اللي راني فيه المنحنى البياني يمشي ويطلع، يعني المفروض اني نهتم في اللاج هذا، نهتم بصحتي. بصح انا كيما حكمت هذا الجانب وحاولت ما قصرش فيهم. الحمد لله العمل راح نسأل عليه يوم القيامة راهو في رقبتنا، كل ملف من الملفات تعتبر في رقبتنا. وكذلك البيت، يعني الزوج والأهل والأولاد وتربيتهم ورعايتهم ودراستهم وأخلاقهم راهي ثاني في رقابنا. رانا راح نوقفوا يوم القيامة أمام رب ويسألنا في واش ضيعتي وقتك ووقت ولادك وفي كذا قدان أسئلة. الحمد لله قلت لكم ولات على صحتي في تقهقر مستمر، يعني ونبقى نقولوا الحمد لله على كل حال رانا عليها. شفتي قدرات المرأة الجسدية، المرأة العاملة بالتحديد الجسدية والمعنوية راح تولي تخونك في يوم من الأيام. صدقوني يعني قرار الوظيفة هذا يعني اللي تقدر تعيد فيه الرأي غير تعيد فيه. احنا الله غالب، أنا نهدر علي أنا، ولو أنه الفكرة راهي تراودني من ذاك، يعني يدخلوا للزميلات والأصدقاء وبعض الأهل يقولك بالعقل تريثي في القرار تاعك، يدخلوا يقولوا لي بالعقل، وهذا هو الوقت اللي يحتاجوا فيه وليدات كلاباي والشهرية وبالعقل. مي لازم وقفة مع النفس اللي تقدر ومشات يعني في المسار الوظيفي تاعها اللي تقدر انها تتريث، نقولها غير تريثي وعاودي اتجهي للعمل الحر من بيتك ولا كمشروع مصغر. ولا هنا على بالي راح يجيوني بزاف الاخوات العاملات ويلوموني، ما تلومونيش خواتاتي، رانا في كما يقولوا في مركب واحده. الله غالب. يوصل عليك واحد الحد احيانا اللي يحكمك خلاص، يعني كما نقولوا معنوياتك تهبط. قد ما تحاولي تطلعي معنوياتك الله غالب، رانا بشر نفشلوا نغلبوا نتعبوا نمرضوا، يحكمك انهيار جسدي وانهيار عصبي. يعني تقولوا لي كيفاه، تقولوا لي وتلوموني تقولوا لي كيف حبيتينا نحبسوا خدمتنا، هذيك هي حياتنا، هذيك هي. نقول لكم صح راني معاكم، والدنيا تبدلت والزمان غير زمان، والدنيا تزيرت، وشهرية الزوج وحدها عاد ما تكفيش. ولو انه ربي دار وظيفة المرأة دارها في بيتها، وما لازمش نكذبوا على رواحنا. اني قلت لكم اني خدامة معاكم، ولازم اني مرة خدامة حتى انا، بصح لازم نهضروا الحقيقة والواقع، الواقع المفروض يعني، والواقع اللي هو واقع. ما نهربوش من الحقيقة. المرأة بلاصتها في الدار، غير شي برك الايامات تبدلت والزمان تبدلوا ورجعت المراه خدمتها برا وخدمتها لداخل، وعاد تتحمل يعني المسؤوليتين ولا اكثر من المسؤوليات، يعني الله المستعان. يعني احنا اللي بدلنا الزمان.
تجي وحده تقول لي انا ما قريتش مثلا 8 سنين ولا ما على باليش انا 10 سنين، ولا كما حالتي انا العبد لله الضعيف قريت 5 سنين في فيليار، وزدت قريت 5 ولا 6 سنين في فيليار واحده اخرى. تقول لك ما قريتهمش باش نقعد في الدار ولا باش نعلق هذاك الدبلوم تاعي على الحيط في كادر ونقعد نتفرج فيه. هذه نقولها راني معاك، يعني عندك الحق حبيبتي. زيدي تجي وحده تقول لي انا راني نأدي في دور مهمه او وظيفه مهمه في المجتمع، يعني اللهم بارك، عندنا اللي هي طبيبه، اللي مهندسه، اللي معلمه، اللي معلمه، اللي اداريه، اللي مثقفه. راني معاك، المجتمع يهز عده شرائح من المجتمع، وحتى الماكثه في البيت راهي تأدي في دور، راهي تربي اجيال وتربي نشء، وراهي تتعب وتسهر. ما نلغيوش دور السيده الماكثه في البيت، ولكن شوفي اختي، ايا كان الهدف ولا النيه اللي خرجتي على جالها، ايا كانت على بالي الفيديو راح يجيكم شويه طويل، بس تتبعوني للاخير نعطيكم هذه الوصايا وهذه الهمسات هذه. سواء النيه تاعك انك تخرجي باش تساعدي الزوج تاعك، سواء انك لتحقيق الذات نتاعك واثبات شخصيتك وباش تكون عندك استقلال مادي ومالي وتكون عندك شخصيه قويه في المجتمع، سواء انت اصلا طبيعتك في حد ذاتك انتيا ما كيش انسانه بيتوتيه، يعني انت انسانه اللي اصلا ما يقدرش يلاوي الدار. كاين واحد النوع تقولك انا انسانه بيتوتيه، كما انا كأم جود انا انسانه بيتوتيه، يعني مش نقولك نكمل من الخدمه ما نروح لهاك لهاك الا للضروره القصوى، كش ما عندي قضيات خفاف هكا وثاني فيت في. انا انسانه اللي تحب الدار ونلقى راحتي في الدار ونكتفي، يعني اكتفي بنفسي في البيت، يعني مش شرط يكون دايره بي هذيك الغاغه هذيك تاع فلانه وعلانه وعلانه وعلانه. انا اكتفي ونقدر من نفسي ومن ذاتي نعيش ونتساير وعاديه، ما عندي حتى مشكل. ولكن حبيبتي الغاليه، يعني انا قلت لك ايا كان الهدف اللي خرجتي عليه، كاين نوع من انا قلت لكم اللي ما تقدرش تعيش في الدار بزاف، تقول لك لازم نخرج. انا هذا هو نوعي وهذا هو طبعي. يعني وش راح نقول لك، يعني حبيبتي لازم تكوني عارفه بلي كاينه مسؤوليه اولويه اللي هي دارك ووليداتك وزوجك. يعني قلت لكم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فالمراه راعيه في بيت زوجها وهي مسؤوله عن رعيتها. باش تمشي على هذه المعادله هذه صحيحه وتكوني صحيحه ومتوازنه وبدون تقصير بدون جلد للذات، لانه المراه الموظفه بزاف والزوجه يعني بانتر بارونتيز، مانيش نحكي على العاتقات والعزبات الموظفات العزبات، لا انا نحكي على الزوجه الموظفه بزاف يحكمها كما حالتي جلد للذات وتأنيب للضمير. تلقيها ديما تلوم في نفسها، ديما تأنيب الضمير حكمها. هم ولادي ما كلاوش، هم ولادي ما دواوش، هم ولادي ما قراوش، يدرى هاني خليتهم، يدرى البلاصه اللي راني حاطتهم فيها كلاو وغداوهم، يدرى بردوا، يدرى ما دفاوش، يدرى ربحوا، يدرى شكون سقس عليهم، يدرى هكا. وانتي توت لا جورني هذيك خدامه 100 سؤال وسؤال. انا ديما في الخدمه نقولهم الفريسه راهي حاضره معاكم بصح القلب راهو عند ولاتي، وبالفعل الفريسه حاضره بصح قلبي وعقلي وذهني شارد مع ولاتي. احيانا يعني حتى هكا ندير دي فوت في الخدمه ونولي نشاهد ونستغفر ونولي نركز في الخدمه تاعي، وهذه راهي بدات تصرى لي مؤخرا شويه، كي كنت صغيره ما كنتش حستها بصح مؤخرا بدات تصرى لي. ما لهنا واش راح نقول لكم البنات، يعني انقاصا لجلد الذات، مش راح نقول لكم يعني باش تنحيو طول هذيك جلد الذات هذيك مستحيل. يعني الام، يعني نهضر على الام اللي ضميرها صاحي وقلبها وعواطفها وحواسها كلها خدامين مع بعضهم كي حالتي، ديما ضميريه يحاكمني ووجعني على ولادي، حتى يعني من كثرت هذا تأنيب الضمير هذا حتى انا مرضت ديما مهووسه بولادتي، ما قراوش ما كلاوش ما داروش ما خرجوش، لدرجه انه والله يا البنات تلقوني كي نقعد ويكاند ولا في مثل هكا ندير مالادي ولا تلقوني هاني نطيب هاني نوع هاني دايره بهم، حتى خرجه ما نخرجهاش على نحاول نعوض لهم هذيك الايام اللي ما نكونش معاهم. هم سخفوا على بيني، هم سخفوا مثلا على الغرايف، هم ندير لهم مول موسكوتش، هم سخفوا على الكراتان الفلاني، هم سخفوا على المعلبه باش خبز الدار، هم سخفوا على البراج، ما نخلي حتى حاجه في خطرها. لو كان يقولوا لي واش يقولوا لي النوض ونشري لها تاويله اذا عندي في الدار، ولا اذا ما عنديش نشري لها تاويله ونديرها لهم. نقعد نلعب معاهم، نقعد نشيخ معاهم. عندي وليدي الصغير هذا قلت لكم شديد التعلق بيا مسكين كما نقولوا، هذاك هو المازوزي تاعي، ديما
كي يلقاني قاعد يقول لي ماما اخي ما تروحيش الخدمه، ماما اخي اليوم ماكيش خدامه، ماما اليوم اقعدي معنا، ماما توحشتينا كيما توحشناك، ماما انا نحبك، وتلقاه يعنق فيا وتلقاه يبص فيا ومن بعد يدير دورة دورتين وكانه ما يصدق اني قعدت معاهم، يعاود يخرج هكا شويه ومن بعد يعاود يولي لي ماما اخي ما تروحيش، هو هكا يقول لي ماما اخي ما تروحيش، ما تروحيش تخدمي ماما، ماما انا توحفتك، ماما انا نبقى معك. تصدقوا على بالكم حتى يعني وحق لا اله الا الله حتى الدمعه تجيني قول يعني للدرجه هذه انا انسانه مفرطه يعني في امومتي. مانيش نقول لكم في واجباتي المنزليه، لا واجباتي المنزليه قايمتها وباكمل على اكمل وجه وعلى اتم وجه، والناس اللي تعرفني هنا هاي تجي وتحط لي في التعليقات، والناس اللي ما تعرفنيش هي بربي ان شاء الله تولي تعرفني. نحكي على تقصيري كأم يعني في العطاء في الحنان. الأم راهي هي العطاء، راهي هي الحنان، راهي هي العاطفة، راهي هي يعني الفائز نتاع الحنانة. يعني لدرجة أنه حتى أنا عاد يجي وليدي كي نقول له أني ما نخدمش هذاك النهار ما يصدق مسكين، تلقاه يعنق تلقاه يبوس يولي يقول لي ماما أنا ثاني ما نروحش نقرأ، أنا حبيت نقعد معاك. شوفوا أنا هذه الحركة هذه راهي تقتلني، شتو تقتلني البنات لدرجة انه ما نحبش برك نخلي وليداتي يشوفوني تلقوني نبكي انا بالدمعة على هذه اللقطة هذه. لانه وانا نحكي لكم هكا راني استرجعت واحد القصة هكا صارت لي مع زميلة لي الله يذكرها بالخير، ذكرها راهي خرجت تقاعد ربي يهنيها ان شاء الله في دويرتها والعقوبة لينا اللي مازالوا كامل، راهي جدة ذركا ما شاء الله تبارك الرحمن. وهي أثناء تحضير زواج يعني حفل زفاف بنتها الكبيرة ربي يفرحها بها وبأحفادها إن شاء الله. الزميلة هذه يعني تسكن تقريبا يعني قريبة لي في السكن، نهزوا مع بعض نفس وسيلة النقل اللي هي البيس. المهم في الطريق كم على بالكم ما تحبي الونيس هكا قلت لكم في هذيك الأيامات اللي كانت هي تبريباري للفرح نتاع بنتها. والله يا البنات وصدقوني واللقطة هذه راني عيت ننساها كل ما نتذكرها أنا بعد تجيني الدمعة. وش تقول لي نحكي وهكا على التخصص تاع بنتها كيف توجد مع التحضيرات، تقول لي يا فلانة، يعني هي ما تسمينيش أم جود، هي تسميني باسمي يا فلانة، تقول لي كبروا بناتي وفات كبرهم قدام عيني وانا مانيش حاسه، وانا بين حيوط البيروات وانا بين حيوط الاداره، وكبرت وذكا راهي رجعت مراه وما تمتعتش ميم با بهذيك الطفوله نتاعها وبهذيك البراءه نتاعها، وما حضرت لهاش ميم با كيفاه كبرت وما شفيت لهاش ميم با على سنينها كيفاه كبرت، وذركا هاهي راح تروح للغير. وانا تقريبا مانيش شافيه حتى على سنواتها هذوك كيفاه كانت صغيره وكيفاه كبرت وكيفاه ولات شابه. يعني طفولتها وشبابها تقريبا فاتوا بين ليكراش وفاتوا بين مثلا عند جداتها او مثلا عند الجاره الفلانيه وعند الحبيبه الفلانيه. يعني كي دركا راح نتقاعد هي تقريبا تقاعدت في هذيك السنه اللي تزوجت فيها بنتها. تقول لي وانا دركا راح نتقاعد خلاص بنتي راح تروح يعني من قدام عينيا، راح تولي ملك للغير، يعني حتى وتولي تجيني كضيفة. شوفوا صدقوني اني كنت فكر حتى الحكاية هذه صدقوني شتو واحد المشاعر تهزني هكا من داخل حتى البكية تجيني. هي صديقتي هذه يعني معروفة عليها بالرزانة يعني وبالحنكة وبالشوف دمعتها يحب لك. هذيك النهار صدقوني غير شفت دمعتها والدمعة غزيرة تحرق على خدها، حسيتها انها تحرق، هي تبكي وانا نبكي في البيس. عدت نصبر فيها ونقولها بلا عقل وشهدي واستغفري وراهي عروسه وفرحي بيها وراح تسلميها ليد زوجها اللي يحبها واللي يصونها. تقول لي على بالي راح يصونها راح يحبها راح يخاف عليها، بصح راهي تبقى بنتي، راهي كبتي، راني نحيت طرف من كبتي وراح نمدها له في الوقت اللي راح نمدها له. انا مازال انا ما شبعتش منها هكا بالحرف الواحد. تقول لي انا ما شبعتش من بنتي يا ام جود، تقول لي انا ما شبعتش من بنتي، جا الغير اللي راح يديها مني خلاص كبرت ولات المراه. صدقوني هذيك العباره هذيك انا كي نسمعها على بالك نولي ندير اسقاط على نفسي انا ونقول راح يجي الوقت اللي صح حتى انا صار لي هكا مع بناتي. صدقوني شتو كيفاه ركايب شتي يقول لك الواحد ركايب ورجليه يفشلوا، رجليه يفشلوا. انا من اللقطه هذه نقول راح تدور الدائره وتجي عليا حتى انا دايره كما هذه، وراح ممكن نحس بنفس احساس صديقتي الله يذكرها بالخير، نوجه لها تحيه من هذا المنبر ونقولها تهنيتي والحمد لله روحتي لدويرتك بخير وعلى خير وبصحه جيده، ولميتي عاودتي لميتي شمل وليداتك، يعني اللي زوجتها وزوجاته واللي بقاها ومازال ربي يحفظهم لها، مع الزوج تاعها حتى الزوج تاعها كان زميل لنا يعني في العمل، نوجه لهم تحيه.
تحية. خلصت القول واش حبيت نقول؟ شوفوا، حبيت نقول يعني اللي ما تقدرش تخدم ومش قادرة من بعد على المسؤولية، لأنه من بعد تولي خدامة وتولي زوجة وأم، راهي طاحي عليك واحد المسؤولية ما يعلم بها غير ربي سبحانه. أنا أسقسيني، أنا أسقسي المجرب ونسقسي الطبيب. هنا راح نعطيكم واحد الجرعات هكا ولا وصايا ولا اللي شوية راح تخفوا بهم حدة المشوار نتاعكم، لأنه راه مشوار مهني ومشوار شخصي. الله المستعان، هذا ما نقوله.